حلو كتير، حلوين هذول صغار هيك كيوت. يلا افتح. شايفين؟ خلاص المهم يعني شوف كيف المنظر بجننوا. هذول هلا بدي اظبطهم وركزهم. هاي الكوفي المختومة هلا ما فتحتها كمان. بس شوفوا انا كيف بسوي طريقة المتة. طبعا اعوذ بالله من كلمتين. ها بسم الله. ها طبعا بعد ما ورجيتكم العطورات يا حبايبي، بسم الله ما تسخن. شايفين؟ والله زمان 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 على المتة. ترى انا بحب المتة الببوري. ها في متة اسمها خارطة ومتة ببوري، اللون حمراء المتة، عرفتوا؟ في هيك وفي هيك. طبعا جبت التمر سناك معاهم غير شكل. خلاص والمي تكون فاترة حبايبي. ها اذا حبيتوا تجربوها ما تكون يعني مغلية ابدا. كمان بس المصة تنزلوها. شوف كيف بهذا الشكل، مو تنزلوها المصة وتعملوا لها هيك، لا تفرط معكم بعدين تصير مو طيبة. نزلوها هيك من الطرف تمام وخلاص. وحركوها من حيث انه تتحرك من تحت ومن فوق تكون ثابتة. شايفين؟ المقصد انه ما تحركوا هاي المصة، ما تحركوها هيك يعني ما تلعبوا فيها هيك، لا تصير بعدين مو طيبة. هاي احلى كاس متة معاكم، لانه صار لي زمان انا الصراحة ما شربت متة. والله يمكن. اوكي حبايبي لنشارككم معاكم روتيننا يوم الجمعة. تمام تشوفوني هيك منكوش ومنكش لانه لسه ما سويت شعري. تمام حسيت اني شوي تأخرت. هلا قدم بس لا لسه في اذان تاني يعني لسه يعني ما تأخرنا، عرفتوا؟ اوكي تمام. شو كان بدي هلا؟ لازم ضروري تمام استشور استشور الشعر اللي هو يعني المهم لازم يعني تسوي الشعر، عرفتوا؟ نشف اول شيء من المي. من شوي كنت عم بحكي فيديو مع الاهل، قالوا لي جايين يا اليوم المساء يا بكره الصبح. شايفين شعري شو كثيف ما شاء الله وناعم خفيف كثير. ترى هاد روتيني يوم الجمعة. طبعا هي لأول مرة، يعني أظن هي لأول مرة عم شارككم هذا الروتين تبعي. عرفتوا كيف حبايبي؟ خلينا نحط من هي لأنه هي شوف حبايبي، هي بعد ما يغسل وشه مثلا الصبح أو ما بعد الحمام، هذا اسمه ماء الورد الدمشقي. تمام أول شيء لتفتيح البشرة، إزالة الكلف والنمش، شد وترطيب البشرة. أوكي بنعمل هيك هلا. بسم الله. شو ما يجي على الشعر، حاول ما يجي على الشعر. خلاص هلا انا بما انه باخذ عطر من هذاك اللافا عود اللي ورجيتكم اياه، بستعمل هلا شو براق كمان واحدة هون على الكتف مشان انت ماشي اللي وراك يشمك.
اوكي. وبعدين بنجيب، طبعا ضروري نلبس الساعة يا جماعة عشان اللوك يكمل. خلاص عرفتوا؟ اهم شي ما انسى شي. طبعا هدول دائما هيك بحطهم بالجيبة، تمام، صدقة. اوكي. وهي الساعة هنا، هي نلبسها. بسم الله عشان نصير جاهزين مجهزين. بسم الله. هيك اللوك كمل، تمام. شوف شوف شو رايكم؟ غير شكل صح؟ صرنا جاهزين يا جماعه، خلينا نروح على الجامعه. حبايبي متابعيني، متابعين عمارو، شوفوا نحن بالعاده الشعب السوري معروف بيوم الجمعه ما بعد الصلاه او ما قبل الصلاه، تمام، شو بيفطر؟ يا اما تسقيه، هو مو يا اما تسقيه، يا فول وتسقيه، يعني يا فول بزيت وتسقيه، يا اما كمان في عالم تسوي فول بلبن وتسقيه وبصل ومقبلات، يعني يعني الحبش شكلات. عرفتوا كيف حبايبي؟ المهم عمار اليوم راح يكون مختلف تماما. عمار اليوم راح يجرب معاكم الترند الاندومي، بس الترند الاندومي مو اي ترند اللي انتم بتعرفوه، لا، هلا حتشوفوا معاي خطوه بخطوه. يعني مبدئيا اول شيء، تمام، انا مطلع بصله قبل ما اروح على الصلاه. اوكي. مبدئيا هي عندنا بصله هون، وبنجهز كمان، شوف ها، وبنجهز 2 اندومي، تمام، خليكم معي. وبنجهز جبنه بوك زي كأنه هي الجبنه فاضيه، لا تمام بتكفي. وبنجهز عندنا هون الفليفله الحمراء، طبعا البندوره ما بدي اياها، اوكي، لاحظوا البندوره ما بدي اياها، بس بدي الفليفله الحمراء انا. وبدي كمان هون فليفله خضراء، وبدي كمان الدبس الطماطم، الدبس الطماطم، شايفين؟ يعني معجون الطماطم، اوكي. وكمان شو بدي جهز؟ هلا هون عندنا اصلا الزيت موجود جاهز مجهز، تمام حبايبي. وهلا انا شو بدي اعمل كمان؟ جهز المقلايه الكبيره. ابو المقلايه الكبيره يا جماعه محطوطه بين مليون غرض وغرض. اوكي، هاي جهزنا هون المقلايه التيفال الكبيره، تمام. هلا شو بنحتاج؟ طبعا مبشره، او مو مبشره يعني، طبعا نقطع فيها، اوكي، وسكين، تمام. هذول هن الوصفات يا جماعه الخير يلي بدنا اياهم للاندومي، الترند الاندومي، اوكي. مثل ما شفتوا فليفله خضراء وفليفله حمراء، طبعا الفليفلات لازم يكونوا حلوين، مو حادين، عادي هي بترجع يعني حسب الشخص شو بحب، حده ولا حلو، شو بحب الاندومي، حده ولا حلو، تمام. والبصله والجبنه بوك، يعني جبنه سائل، اي نوع جبنه.